فإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله فسرها بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في هذا الحديث. مرة ثانية تفسيرها في ضوء هذا الدعاء الذكر الذي نردده كل يوم: معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، هذه من التهليلة الثانية. وحده لا شريك له، هذه من التهليلة الأولى. مخلصين له الدين، هذه من التهليلة الثالثة. ومن اليوم وصاعدا كل ما قرأت هذه التهليلات تذكر هذا التذكير الذي أحسب أنه نافع لكل مسلم، أحسب أنه نافع لكل مسلم ومهم لكل مسلم. وإذا ابتلي أحد بملبس وجاء يصرف عقله أو فكره أو فهمه ويعطيه معاني أخرى، يقول له: كفانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قول كل أحد. وإذا جاء نهر الله بطل نهر زيد وعم، ما لسنا بحاجة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام.